من ساعه ما جربت الطريقه دي المسقعه المشويه وانا بطلت اعمل مسقعه بالطريقه العاديه. طعمها يجنن وما تفرقش ابدا عن المسقعه المقليه، ومش عايزه اكون ببالغ بس بالنسبه لي هي كمان طعمها احلى بكتير وخفيفه وصحيه. فتعالوا نعملها مع بعض. هنجيب صينيه نحط فيها كل مكونات المسقعه وندخلها الفرن. ممكن كمان تشووا البتنجان والفلفل على البوتاجاز لو حابين. لو هتدخلوها الفرن ادوها بس كده رشه من الزيت، والفرن يكون على اعلى درجه حراره. بتاخد تقريبا حوالي تلت ساعه. وعقبال ما البتنجان يتشوي نروح على جنب نجيب طاسه غويطه نحط فيها شويه زيت صغيرين وننزل فيها بنص كيلو لحمه مفرومه. نبدا بقى كده نشوحها عادي اكننا نعصجها بالطريقه العاديه. ضيفوا عليها معلقه صغيره من الملح، ما تكتروش عشان لسه هنحط على المسقعه نفسها معلقه صغيره من البابريكا ومعلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. لما نحس ان اللحمه استوت خالص وخلاص شربت ميتها نضيف عليها فصين من الثوم المهروس نشوحهم الاول كده مع اللحمه. واول ما ريحه الثوم تطلع نضيف بصلايه متوسطه مفرومه او مبشوره ونبدا كده نقلبها مع اللحمه لمده دقيقتين. وبعدين نضيف عليها كوبايه او كوبايه ونص من عصير الطماطم. وانا بحب في الطريقه دي المسقعه ان الطماطم ما تبقاش مضروبه على الاخر، يبقى فيها كده شويه قطع. نقلبها فيها ونزودها شويه ميه ونسيبها لحد ما الطماطم تتسبك. وبعد ما تتسبك بالشكل ده نشيل حوالي نص الكميه على جنب في اي طبق. بعد ما الباذنجان اتشوى وسيبناه يبرد شويه هنبدا بقى نقشره. وكمان حاولوا تشيلوا القشر اللي على الفلفل على قد ما تقدروا، وبالسكينه نبدا نقطع الباذنجان بالشكل ده. عامه استخدموا اي حاجه شوكه او هراسه عشان تهرسوا الباذنجان بيها. قطعت مع الفلفل قطع وخلطتهم مع بعض. هنضيف الباذنجان والفلفل على نص كميه اللحم المفرومه اللي احنا سيبناها في الطاسه ونقلبها فيها كويس. زودت عليهم كوبايه كبيره من عصير الطماطم وكمان معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه صغيره من الملح والكمون والكزبره ونص معلقه من الثوم البودر ورشه بسيطه كده من الفلفل الاسمر. سيبوا الكلام ده كله كده يغلي مع بعضه على النار لمده 5 دقايق بس، وبعدين اطفوا عليها في اي صينيه. وحاولوا تكون الصينيه حجمها كبير لاني بحب الطريقه دي ما تبقاش زي الطاجن، تبقى صينيه مفروده. صبيت فيها المسقعه وعلى الوش بدات اوزع كميه اللحمه المفرومه اللي احنا شلناها على جنب. حطيت في النص قرنين من الفلفل الحامي وبعدين دخلتها على فرن حرارة 200 الرف اللي في النص تقريبا لمدة تلت ساعة. اخر 5 دقايق بنولع الشواية عشان المسقعة تاخد لون من فوق بالشكل ده. مش قادرة اقول لكم طعمها خطير ازاي، مع رغيف عيش كده او حتى بالرز طعمها يتجنن، وبالهنا والشفا.